الفروج المشوي النكهة الحلبية. أنا عندي هون الفروج نقعته بالمي وملح والخل وقشر الليمون. وهلا رح نشتغل بتبلة الفروج. ركزوا على التبلة، التبلة كتير طيبة، تعطيكم نكهة كمان طيبة. مثل ما قلت لكم بنحط أول شي الليمون، ليمونة ونص تقريبا لثلاث فروجات. حطينا الليمون مع 4 سنين ثوم هالحجم هاد. هلا راح ضيف لهم البهارات، معلقة من هي عندي الهال والفلفل الأبيض والكاري والملح والماجي. رح احط لهم نقطة مي بس. رح ادهنها بشوية زبدة عشان الفروج ما يلزق فيها. أول فروجة تبلة، بحط معلقة أكل وحدة بقلبها ونفركها من القلب. هاي التبلة للفرن بس، أما الشوي على الفحم إلا غير تبلة ما بتصير. من تبلة كمان بنحط تحت الجلد. طبعا بنكون محميين الفرن على درجة حرارة 300 أو أعلى درجة عندكم متواجد الفرن بالبيت. هي تبلنا الفروجة مثل أطرافها، تحت الجلد فوق الجلد. شي ساعتين إلا ربع ساعتين حسب. إن شاء الله بعد ما كمان يصيروا يستووا رح ورجيكم شلون رح نقدمهم مع كريم الثوم والبطاطا المقلية وخبز مدهون بالمحمرة بالزبدة الفليفلة. خلاص هلا اخر مرحلة ايش بنساوي؟ بنفتح الجلدة تبعت الصدر هالشكل هاد وبنحط فيها في كل وحدة زبدة. عيارات الكريم الثوم رح لكم عليها. رح سوي 3 بيضات مع 3 سنين ثوم وزيت وملح ومحل ليمون. طبعا محل ليمون هالحجم هالكمية، وملح تقريبا معلقة كمان. هيدا المايونيز يعني